يومكم سعيد المشاهدين، جمعة مباركة، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو الريتينج اليومي ونسب مشاهدة المسلسلات التي تنافست يوم أمس الخميس ولي العهد وكذلك الخليفة. خبر محزن جدا. كانت الحلقات رائعة ومميزة كما العادة، خصوصا حلقة الخليفة، ولكن أعزائي رغم ذلك انخفضت النسبة للمسلسلين بدون استثناء. كان هناك انخفاض في كل فئة تقريبا، ولو أن الحلقات كما قلت لكم كانت ممتعة ورائعة. توقعت أن النسب ستكون مرتفعة، ولكن للأسف انخفاض جماعي. أما بخصوص أعزائي الرقابة، كما قلنا في فيديو سابق، هناك خبر محزن جدا بخصوص هذين المسلسلين، غرامة مالية لحد الآن والمسلسلات مستمرة، لا يوجد هناك توقيف. ولكن كما تعرفون الرقابة، إن كانت هناك مشاهد التي تحدثنا عنها أنها السبب في هذه الغرامة، أكيد سيكون هناك خبر بتوقيف المسلسلات. يجب تغيير كل المشاهد وتغيير الأحداث والمشاهد التي تثير جدل الرقابة وكذلك الشكاوي. نتمنى التوفيق لمسلسل ولي العهد وكذلك مسلسل الخليفة، ونتمنى أن ترتفع نسبته، وإن شاء الله ستنضم له مسلسلات أخرى للمنافسة مثل مسلسل حبة اللؤلؤ وكذلك مسلسل أنتِ من أحببت. قريبا جدا ستكون المنافسة أقوى في يوم الخميس. شاركونا لكم في حلقات يوم أمس من يريد الريتنج ونسبة المشاهدة. إليكم النسبة التي حصلت عليها حلقات يوم أمس من مسلسل الخليفة وولي العهد. هذا هو الريتنج يوم أمس. أعزائي شاركوني رأيكم فيه وفي الحلقة التي تابعتموها، هل فعلا أحبائي تستحق هذه النسبة؟ على العموم نتمنى التوفيق لمسلسلات الخميس، وأن تكون النسب قوية الأسبوع المقبل، خصوصا إن تمكنوا من تغيير المشاهد لكي لا تكون هناك مرة أخرى شكاوي للرقابة. أما بخصوص مسلسلات الليلة، عشاق مسلسلات الجمعة، الليلة لكم موعد مع أروع المسلسلات التركية. هذا البحر سيفيض بطولة رائعة جدا، دينيس بايتل والرائع أولاشتونا، أحداث رائعة وقوية وصادمة في نفس الوقت. ننتظركم في حلقة الليلة على الساعة 8 بتوقيت تركيا والسعودية. تجدونها أعزائي مترجمة إن شاء الله يوم غد. تتنافس مع أروع المسلسلات المسلسل الأسطوري الأزقة الخلفية، بالإضافة إلى المسلسل الرائع مسلسل شربة الباري، تغيير الأحداث والمجرى الأحداث، وأكيد النسبة سترتفع كل مرة. نتمنى التوفيق لكل مسلسلات الجمعة بما فيها هذا البحر، شربة البري، الأزقة الخلفية. نتمنى لكم أنتم أيضا فرجة ممتعة الليلة إن شاء الله مع هذه المسلسلات الرائعة. أكيد ستكون حلقات رائعة وأكيد الريتنج سيكون جيد. شاركوني رأيكم واكتبوا لي في التعليقات من المسلسلات التي تنظرونها كل يوم جمعة وتوقعاتكم لنسبة مسلسل هذا البحر. هل تتوقعون أنه سترتفع النسبة بشكل كبير ويأخذ الصدارة مرة هذا الأسبوع، أو أن يكون هذا مستحيل بخصوص ارتفاع نسبة مشاهدين البعيدة هذا الأسبوع؟ كان الارتفاع قوي جدا، ولكن أعزائي حتى مسلسل هذا البحر أحداثه ملخص الرسمي وكذلك الإعلانات كانت قوية ومشوقة. على العموم نتمنى التوفيق للجميع وأتمنى لكم